حد جالس الناس الكبار، حد جالس في المدارس في الناس الاولى المدارس. هاي القصه راك سمعتها. غدا نكمل شوي نكمل عن محمد الطلبه منين قال له قالوا حق من الشهاده لاقتين ومن الشهاده اكباش باشيه سند احنا بغيت نشير الى نقطه مهمه في هذا القرن الثالث عشر، القرنين الماضيين في هذا التحديث. هذه كانت زمن المغاربه في هذا المجتمع تيرس. انا شغلت في البلاد الثانيه واحتكيت بهذا المجتمع نظامي في الشمال والجنوب، ولكن المنطقه كانت تحكم اقليميا، لا كانت عليها السلطه اماره والله منطقه اطارين، كانت هذه القضيه كانت تقاسم هذاك اللي قرا علم واحد وذاك اللي ما قرا غير يعمل بمقتضاه، وهذا الافضل عندي. سياحة وفلاحة إلى آخره، أو على الأكثر من ذلك، بحيث أن هذه هي الثروة الحقيقية والتي نعتبرها نحن كملاحظين أنها ثروة لا تنضب ولا يمكن استنزافها. والدليل على أننا اليوم نتحدث عن علماء أجلاء هم حاضرين معنا اليوم في هذا الزمن، وهم وفاهم الأجل المحتوم منذ مئات السنين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن السؤال الأساسي اليوم هو كيف نستطيع من خلال هذه المجهودات، سواء المجهودات الرسمية التي تحدث عنها السيد المندوب أو المجهودات الغير رسمية في إطار ما تقوم به الجمعيات والمراكز مشكورة، كيف نستطيع أن نعطي لهذه الكنوز مكانتها الحقيقة، سواء بالنسبة لهذا الشيء أو بالنسبة للأجيال القادمة. إنه الوقت يقول لي عندي ملاحظة شكلية ولا باطل، يعني تتميما لموضوع علاقة كل الطب والتيس. علاقة كل الطب والتيس تكاد تكون ليس فقط وجدانية ووجودية، وإنما يعني عضوية تكاد تكون، بحيث أنه في شعره كامل إلى حد ما لا يكون الذاكرة يذكر تقريبا 49 موضع من تيس. هذا الملاحظ أو المتتبع حتى الجغرافي شعره يدل على أنه ينتهي عند حدود تيس من جهاتها الأربع كاملة. يعني هذه المواضع، هذه الأماكن موجودة في تيس، ما يتخطاها مياه ولا مسوحة ولا مسرك، يكون لين يستقبل، لأنه كانت عنده رحلات نحو الجنوب حيث فيها كان تواصل علمي من جهة الله ربي الأستاذ بداية كلام عن المعاصرين. وهذه الأماكن كاملة يعني تقريبا هي التحديد الجغرافي لتيس. يعني حتى عندما يسأل المرء عن تيس بشعره للطب بإمكانه أن يحدد يعني ربعتها